خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا جلاله الملك محمد السادس في طريقه لتحرير المغرب العربي من استغلال الاقتصاد الاوروبي بالتطبيع مع اسرائيل. وهاد الحلقه هذه متوجهه كذلك لعندك الناس اللي كيضلوا ينبحوا كل يوم ضد المغرب، ضد الوحده الترابيه، ضد الوحده الوطنيه، ضد الصحراء المغربيه، ضد المغاربه. كذلك كنجبرهم كيسبونا كيشتمونا، وهاد الناس راه ما جايبين خبار بان الملك محمد السادس هو اللي غادي يحررهم من هاد الاستعمار الاقتصادي اللي راهم عايشين فيه منذ 45 سنه. غادي نشوفوا كل شيء بالتفاصيل. بعد القرار ديال امريكا باعتراف الصحراء المغربيه، رحنا شفنا الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعترف بالصحراء المغربيه، شفنا كذلك السفير الامريكي بالرباط دار امضاء على الخريطه اللي تتم من طنجه الى القويره بان الاقاليم الجنوبيه راهي تحت السياده ديال المملكه المغربيه. وشفنا كذلك زو بريزيدونسيال دوكيومنت اكت اللي هو ظاهر رئاسي امريكي اللي كذلك السفيره الامريكيه في الامم المتحده عطاتو لعند انطونيو غوتيريس باش تعلموا بان امريكا راه اعترفت بالصحراء المغربيه. ولذلك راه كاين واحد الاجتماع غدا مغلوق من طلب المانيا على هذه القضيه هذه. غادي نشوفوا اش غادي يوقع. منذ سنين هذه والملك محمد السادس بالتعاطف مع الشعب الشقيق الجزائري، ومنذ سنين هو كيمد لهم اليد في جميع الخطابات، ورحنا شفناهم في جميع الخطابات ديال عيد المسيرة الخضراء، وكيقول لهم اجيو نتفاهموا بيناتنا، اجيو لعند الطاوله، جيبوا اللجنه ديالكم نجيبوا اللجنه ديالنا باش نشوفوا كاع المشاكل اللي كاينه بين البلدين، مشاكل ديال الحدود، مشاكل ديال الصحراء، مشاكل ديال بوليزاريو، مشاكل ديال الحداده اللي مبلعه، المهم جميع المشاكل اللي كاينه بين الدول. ورحنا شفنا الجواب الجزائري من هذه الحكومه المكلخه الجزائريه ديال الجنرالات ديال العسكر، كبرانات فرنسا اللي ما كيبغيوش الخير لعند بلادهم ولعند الشعب ديالهم، وكنشوفهم ماشيين في واحد الهاويه. دائما رفضوا الطلب المغربي، رفضوا التعاطف ديال سيدنا محمد السادس نصره الله، اللي هو دائما كيخلي ديك الورقه ولا ديك الجهه ديال التعاطف مع الشعب الشقيق. وكيخصهم في هذا القرار اللي هزاتو ميريكان، كيخص هذا الشعب الجزائري يساند المغرب في هذا الوقت هذا اللي اعترفت به ميريكان. هذا الوقت هذا كيخص الشعب الجزائري يساند المغرب، لو كان عارفين اش واقع، لو كان عارفين شنو الملك المغرب شنو كي يجيب لعند المنطقه، غادي يحرر المنطقه من جميع الاحتلال اللي كاين في هذه المنطقه. ولكن ما بغاوش يسمعوا. دابا صافي غادي نفوتوا لعند الصح كتسمى ما بقاتش هضره مع العسكر ديال الجزائر، ما بقاتش هضره معاهم. المغرب راه ماشي في طريقه. التطبيع مع اسرائيل غادي يرد المغرب دوله قويه، دوله في اندماج اللي راه غادي بواحد السرعه كثيره، ورحنا كنشوفوا الفرق بين البلدين. دابا الشعب اللي كنشوفوه حاكمه الجنرالات، وكذلك كنشوفوا هاد الثروه ديال الجزائريين اكثر من 500 دولار اللي تخسرت على البوليزاريو، وهاد فلوس الشعب الجزائري ما مشاش لعند الشعب الجزائري في تعليمه وفي اقتصاده وفي البيئة ديالو، مشى تخسر على واحد القضية وهمية. ولكن بقاو متبعين هاد العسكر حتى تجيبوها في راسكم. الخطوة اللي كاينة دابا بالاعتراف الأمريكي وكذلك التطبيع مع الدولة الإسرائيلية، جلالة الملك هز هذه الخطوة هذه باش يحرر جميع المنطقة. كنشوفوا بان القضيه ديال المغرب العربي ولا شمال افريقيا، كنشوفوا راه ضغط عليه واحد الاحتلال اقتصادي اوروبي. دائما بين النزاع اللي كاين في هاد الدول هذا، احنا شفنا شنو وقع عند ليبيا راه تفرتكت، ليبيا حطموها. ليبيا باش تولي توقف على رجليها خصها عقود وعقود عاد باش تولي تبنى وتوقف على رجليها. ودائما المشاكل ديال السلطه، شكون اللي غادي يحكم هذه البلاد، احنا شفنا الوفاق مع حفتر، شفنا كذا. المهم كيخلي النزاع اللي كاين بين المغرب والجزائر كيخلي تونس تولي دوله ضعيفه جدا،
وكذلك موريتانيا ضعيفة جدا. وكنشوفوا كذلك ضغط آخر من جميع العالم، كنشوفوا من الجهه ديال الخليج، كنشوفوا من الجهه ديال اسيا، كنشوفوا من الجهه ديال روسيا، من الجهه ديال امريكا اللاتينيه. دائما كاين واحد الضغط سياسي، واحد الضغط اقتصادي على البلدين وعلى جميع المنطقه. لماذا المغرب كنشوفوا الضغط على المغرب، على الجزائر، هادو هما الاكثر، وكذلك الضغط على تونس وموريتانيا حيت كيبقاو ضعاف، حيت ما كاينش واحد الاتحاد ديال المغرب العربي اللي غادي يدافع عليهم. كتسمى كيبقاو بوحدهم، كيبقاو ضعاف بزاف. كنشوفوا بان الضغط على الجزائر ضروري باش يساندوها في القضيه ديال البوليزاريو. دائما كيخرجوا لها الكارطه ديال البوليزاريو، كيقول لها بغيتي نساندوك على البوليزاريو وبيع لي الغاز بثمن رخيص، بيع لي البترول بثمن رخيص، خلي الشركات ديالي هما اللي يندمجوا تما عندك، وهما اللي غادي يهزوا داك الثروات، هما اللي يبيعوها وكذا وكذا. راه حنا شفنا الغاز الجزائري اللي كيتباع عند الشركات ايني الايطاليه بصفر دينار، اللي كتعطي لهم فابور. علاش؟ غير باش تكون داك المسانده على البوليزاريو. لما دارش داك الشيء غادي يخليوها، غادي يقول احنا غادي نساندو المغرب، ما غاديش نعاونوك انت. هذه اولا. ثانيا كنشوفوا بالجهه ديال المغرب كذلك كنشوفوا كاع الاتفاق ديال الفلاحه مع اوروبا. كنشوفوا هاد الكارطه ديال الصحراء المغربيه، دير معايا الاتفاق ولا ما نعترفلكش بالصحراء المغربيه، ولا ما نعاونكش في الدوسي. بيع لي المطيشه بنص الثمن، بيع لي الخضر بنص الثمن. كذلك القضيه ديال الاتفاقيات ديال الصيد البحري، بيعوا لي بثمن رخيص، كذا كذا. ولا ما نعاونكش في القضيه ديال الصحراء، وما نساندكش في القضيه ديال الصحراء. وهذا الشيء كيتسمى احتلال اقتصادي ديال المنطقه، وكيرد ضعيف جدا الدولتين اللي هما تونس وموريتانيا. ليبيا ما نهضرش عليها، هي راه مفرتكه، راهي في حرب دولي. ولكن كنشوفوا من المغرب والجزائر هما اقوى دول في هذه المنطقه. كنشوفوا كاين واحد الضغط على الثروات ديال البلدين بسبب هذا النزاع. وشكون المفيد في هذاك الشيء؟ وهما الاوروبيين والاجنبيين، ليس دول المغرب العربي. كذلك كنشوفوا عاوتاني الضغط على اليد العامله كذلك. علاش؟ حيت البلدان ديالنا كيبقاو مأخرين، واليد العامله كتبقى رخيصه. كتسمى واخا الناس كتمشي تخدم ما غاديش تربح شي ثمن كثير. ولهذا كنشوفوا لو كان ساندتو المغرب من الاول، ساندتو المغرب في القضيه الوطنيه ديال المغرب، لو كان ما يكونش عندكم الفقر في الجزائر وكذلك في المغرب. ما غاديش نتهرب منه، حيت الفقر كاين في جميع المنطقه. الفقر في الجزائر يا بلاد البترول، ما يكونش عندكم الصف، ديروا الصف على الحليب، وكذلك الصف على السميده. احنا شفنا الكارثه اللي طرات عندكم في شهر رمضان بان المدابزه باش تهزوا صاك سميد. هادشي لا يوقع لو كان كنتم ساندين المغرب، لو كان ساندتوا المغرب. ولكن الحمد لله دابا المغرب غادي يحرركم من هاد الاحتلال الاقتصادي بالقرار الامريكي والتطبيع مع اسرائيل. غادي نفهمكم كل شيء. الا كان المغرب دابا شد الصحراء ديالو، الحمد لله حنا شدنا الصحراء ديالنا. دابا حتى واحد ما غادي يحيد لنا الصحراء ديالنا. المغرب في صحراء، والصحراء في مغربيه منذ زمان، وحنا كنقولوها. والشعب المغربي مستعد لكل اضحيه على القضيه الوطنيه الاولى ديالو. كنشوفوا الجزائر مشاو لها الدراهم ديالها خسرتهم، وقع لها مشكل اقتصادي، مشكل مدني دولي مهم. ما بقاتش شرات سلاح، شرات كذا، ولكن خلات الديفلوبمون ديالها، الاقتصاد ديالها خلاته طايح. ودابا باش توقف على رجليها مشات واحد عقود، والمغرب هرب عليها بزاف. ولكن دابا الحمد لله المغرب من شد الصحراء ديالو صافي. حنا غادي نبردوا هذا الدوسي ديال الصحراء، ما غاديش يبقى عليكم، ما غاديش يبقى النزاع، وما غاديش يبقى الضغط. ديك الساعات نتوما تبيعوا البترول ديالكم والمناجم ديالكم وتبيعوهم بالثمن، حيت ما كاينش الشونطاج. ما غاديش يبقى الشونطاج، ما غاديش يبقى مفاوضات يقول لكم الا ما عطيتينيش هذه ما نعاونكش في البوليزاريو. حيت البوليزاريو ما غاديش يبقى، غادي يتنحى. غادي تكونوا ديك الساعات غادي توليو تحكموا في دراهمكم. تونس وموريتانيا غادي يوليو حتى هما اقوياء، غادي يجبروا الدول ديال المنطقه اللي غادي يدافعوا عليهم.
المغرب، الجزائر تقدر تدافع على هاد الدول باش توقفهم، باش هما يديروا الصفقات اللي غادي تكون رابح رابح. كذلك بالجهه ديال المغرب، بالنسبه ديال المغرب حتى حنا الفلاحه ديالنا غادي نبيعوها بالثمن، وكذلك الصيد البحري غادي حتى هو غادي نبيعوه بالثمن، ولا اللي بغيناه يجي يصيد، اللي ما بغيناش ما يجيش يصيد. اخير الخبر في هذا الشيء ديال القضيه ديال الصيد البحري، رحنا شفنا بان روسيا صيفطت المدير ديال الصيد البحري ديالها اللي جا لعند الاقاليم الجنوبيه، وجا لعند مدينه العيون، عند الميناء المرسى ديال العيون، باش يولي يشوف داك الاتفاقيات ويقول لهم حافظوا على الاتفاقيات ديال روسيا، بان روسيا خاصها تدي داك العدد ديالها ديال الاسماك وكذا وكذا وديال الخيرات ديال البحر. ها حنا روسيا ما بقاش عندها مشكل اليوم في قضيه الصحراء، ولكن من ما كيكونش هاد الدوسي ديال المصالح ديالهم، هما كيشوفوا غير المصالح. دابا من كاينه المصلحه كتجبرهم كيجيو كيلحسوا الكابا وكيقولوا للمغرب راه حنا في الصحراء وجايين عند العيون، كيقول لك العيون المغربيه باش يديروا الصفقه ديالهم ديال الصيد البحري. ولكن ملي كيديروا ديك الصفقه هذيك على مده 4 سنين ولا كيوليو يتقلبوا علينا، كيوليو كيهدونا. لا، هادشي اللي هز ترامب راه قرار غير شرعي وما كيحترمش القانون الدولي. هاد القرار ديال امريكا راه غير كذا وكذا، وحنا كنساندو بان القضيه تفك غير في الامم المتحده بتقرير مصير شعب صحراوي واستفتاء وكذا وكذا وكذا. داكشي العقليه الوهميه هاد كنشوفوها، هو الضغط كيكون دائما. اخيرا شفنا، تكلمت عليها البارح دغيا بان الجاره اللي كنا كنقولوا كتعاوننا في القضيه ديال الصحراء، وبان حنا الشريك الاول ديالها الاقتصادي، وبان كذا وكذا، وهي هي اللي كتستافد الاكثريه في الصيد البحري، في الاتفاق ديال الصيد البحري بين امريكا وبين اوروبا، سمحوا لي، بين اوروبا والمغرب. الاكثريه ديال السفن ديال الصيد هما سفن ديال اسبانيا، اللي كيدخلوها الملايير والملايير ديال الدولارات. ودابا كنشوفوا بان راه اتصلت مع الاداره ديال بايدن وكتقول خصنا نشوفوا باش نقلبوا هذا الشيء هذا. ورحنا شفنا الوجه ديالهم في الاول كيجيو كيضحكوا، ها انتم في الاول كتكون كتضحك، وفي التالي كنشوفوا الوجه ديالهم، الوجه الشرير ديالهم، بان راه ما كيحملوش المغرب. واسبانيا راه عارفه بان خصها تبقى مستغله المغرب اقتصاديا وتضغط عليه ويبقى ضعيف جدا، باش كتبقى هي كتستافد من المغرب. والمغرب ما عمره يطلب جميع الاراضي ديالو المستعمره من اسبانيا الى يومنا الان. والمغرب راه بدا في الطلبات ديالو على سبته ومليليه والجزر اللي مستعمرهم اسبانيا، بهذا الحصار اللي دايرين على سبته ومليليه. راه حنا دابا بلعنا عليهم كاع داك لاكتيفيتي ايكونوميك، كاع داك التحركات الاقتصاديه وداك التبادل الاقتصادي بداك لا كونتروبوند اللي كانوا مضيعين لينا شمال المغرب. دابا بلعنا داك الشيء. وكنشوفوا بان حتى الجنرال ديال لو كور دارمي ديال اسبانيا خيسوس ارغوموسا اللي كيقول من مصلحه اسبانيا الجيو استراتيجيه قيام دوله مستقله ديمقراطيه في الصحراء الغربيه. وشوفوا بان هذا القائد ديال الجيش الاسباني، الجنرال، اكبر جنرال في اسبانيا، كيقول لك بان لانتيغي ديال الاسبان هي كيخص تكون دولة مستقلة في جنوب المغرب. وشوفوا الجارة علاش، باش حنا ما غاديش نطلبوا بسبته ومليليه، ولكن الملف ديال سبته ومليليه راه حنا غادي نطلبوه في الامم المتحدة، بغاو ولا كرهوا. كيشوفوا بان المغرب اقتصاديا كيولي قوي، عسكريا كيولي قوي، وبان غادي يولي المغرب غتكون واحد الدولة مهمة وقوة جهوية في المنطقة ديال البحر الأبيض المتوسط. ولهذا إسبانيا هي خايفة من المغرب لا يكون قوي، حيث إلا كان قوي ما غاديش تبقى كتستغل المغرب بالاقتصاد ديالو. احنا كنشوفوا مطيشه كنبيعوها لها ب2 دراهم، كتولي تعاود لها البيع في اوروبا باورو ولا ب2 الاورو ولا حتى ل4 الاورو الكيلو.
كنشوفوا هذا الاستغلال ديال اليد العامله. حنا شفناه في هاد الكورونا هذه اللي كانت، راه كاع الناس كان عندهم هما الحجر الصحي، راه جابوا الناس من المغرب اكثر من 60 الف واحد ولا 80 الف مغربي اللي مشاو جناو لهم داك ونقدوا لهم كاع داك الصبا ديال هذا العام اللي فات. كانوا غادي يضيعوا لهم الملايين ديال الدولارات لو كان ما مشاوش المغاربه هما اللي جناو لهم داك الشيء اللي غرسوه. ولهذا كنشوفوا بان المغرب في القضيه ديال سبته ومليليه الحصار راه كاين. بداو كيخسروا الفلوس دابا، ما بقاوش كيربحوا الفلوس بسبته ومليليه وبداو كيخسروا الفلوس. المغرب بلع الطياير يجيو لعند المطار ديال مليليا، الا بغاو يدخلوا بالطياره يدوزوا من عند مطار العروي. من مطار العروي غادي يكون تراموي اللي غادي يدخل لعند مليليا. السلعه اللي غادي تدخل لعند مليليا كيخصها تدخل من بني نصر باش تدخل عند مليليا، وكذلك لعند سبته تدخل من عند اما من عند الخزيرات الجزيغاس ديالهم ولا من عند ميناء طنجه. هادشي باش تعرفوا بان واحد الحصار راه كاين على هاد المدن. واسبانيا راه عارفه بان المغرب راه ولات دوله قويه، وكذلك راه عرفت بان القرار الامريكي راه كذلك جبل تروبيك اللي كاين في هاد المنطقه هادي هنايا راه دخلوا المغرب في المياه البحريه ديالو. وهذا حتى هاد المياه البحريه راني قلتها لكم، حتى هاد المياه راه اعترفت بها امريكا. وكذلك غادي داك جبل تروبيك داك المعادن اللي فيه داك الكوبالت وداك المعادن الغاليه اللي فيه غادي تخدمها امريكا، غادي يكون واحد الكونسورسيوم بين امريكا وبريطانيا اللي غادي يخدموا داك الشيء. وغادي يكون غادي تكون ديك الساعتين كلشي كيتقسم على ثلاثه بين بريطانيا والمغرب وامريكا. وغادي يكونوا وزينات سبيسياليزي في الطاقه المتجدده وكذلك في صنع السيارات وكذا. رحنا شفنا اخيرا 3 ديال الوزينات ديال السيارات اللي غادي يدخلوا من امريكا لعند المغرب اللي غادي يفتحوا في هذه الايام القادمه الايام المقبله. اسبانيا ولا اوروبا ما باغينش المغرب، الاقتصاد المغرب يزيد يطلع باش يبقاو ديما ضاغطين علينا. اللي كيخوفهم هذا المغرب القوي. والمغرب من غادي يولي قوي الحمد لله ما غاديش يبقى هذا النزاع ديال الصحراء. صافي راه حنا حررنا جميع البلدان ديال المغرب العربي من الاستغلال الاوروبي، حيت الا ما بقاش هذا النزاع ديال الصحراء ما بقاش عندهم شي ضغط على المنطقه. شنو هو الضغط اللي غادي يكون على المنطقه؟ ما كاينش. كيمشيو لموريتانيا كيقولوا لها الا بغيتي نحاميوك من داك الارهاب وداك الشيء اللي دايره الجزائر ودايره كذا وداك البوليزاريو اللي كيدخل من تما، اعطيني القد والقد من المناجم ديال الحديد والذهب وكذا. راه حنا عارفين موريتانيا فيها هادشي. المغرب راه حنا عارفين الصحراء راه الفلاحه راه الفوسفات راه كذا. كنشوفوا داك التعاكسات ديال الجزائر كذلك من كيمشيو كيصيفطوا لنا الناس كيظاهروا باش الدول ما يشريوش علينا الفوسفات. كاع هاد النزاع هذا لا تحيد راه غادي نوليو الدول حرين في الاقتصاد ديالنا. ما غاديش يبقى الضغط ديال الاجنبيين على جميع المنطقه. وهاد الخطوه ديال محمد السادس باعتراف امريكا بالصحراء المغربيه والتطبيع مع اسرائيل غادي نحرروا جميع المنطقه من الاحتلال الاقتصادي الأجنبي والأوروبي، الأكثرية الأوروبي في المنطقة. وشكرا لكم على المتابعة أخوتي، وإلى اللقاء إلى حلقة قادمة إن شاء الله. وعاش الملك والمغرب من طنجة للقويرة، وعاش جميع المغاربة. شكرا لكم وإلى اللقاء.